في الفيديو ده هقول لكم على 15 حاجة 15 فكرة لحاجات تعملوها في الأجازة أجازة الصيف عشان تتجنبوا الملل. أول حاجة هي القراءة، وده طبيعي جدا ان انتوا تتوقعوه مني، لان اللي بيشوف فيديوهاتي هيعرف ان انا قد ايه بحب القرايه وبحب دايما ان اقعد اقرا كل يوم. فاهم حاجه بالنسبه لي انا، لان انا كده كده بعملها في ايامي العاديه مش بس في الاجازه، هي القرايه. لو انتوا مش بتحبوا القرايه انتوا ما لقيتوش النوع من الكتب اللي انتوا بتحبوا تقروه. ازاي؟ في نوع كتب بيبقى مثير بالنسبه لكم، كل واحد لو دور على ايه نوع الكتب اللي هي بتشد انتباهه هيقرا منها كتير جدا. فحاولوا تلاقوا انتوا بتهتموا بكتب ايه اكتر وقروا كتير قوي. القرايه بجد هتغذي دماغكم جدا، واحسن حاجه تعملوها في الاجازه بحيث ان انتوا تنموا دماغكم ومتبقاش واقفه. تاني حاجه هي الجورنالينج يعني ان انتوا تكتبوا، يعني ان انتوا تكتبوا عن اي حاجه بتيجي في حياتكم. بجد الجورنالينج بيساعدكم ان انتوا ترتبوا دماغكم، ترتبوا افكاركم، ترتبوا حياتكم، تعرفوا تخططوا صح لحياتكم. والجورنال حاجه لطيفه جدا ان انتوا مثلا بعد كام سنه ترجعوا تقروها تاني وتعرفوا اللي هو احنا كلنا بنتغير بعد فتره من الوقت، فانتوا اللي هو حاجه حلوه ان انتوا تعرفوا يا ترى كنت بفكر ازاي زمان. مجرد ما هتقروا الجورنال هتعرفوا انتوا بتفكروا ازاي، دماغكم كانت عامله ازاي. حاولوا تطلعوا شخصياتكم في قلب الجورنال، يعني زينوا. حاولوا ان انتوا تخلوا الجورنال بتاعكم شبه شخصيتكم، لان احنا بنتكلم على الجورنالينج. فده هيودينا للحاجه اللي بعديها، وهي ان انتوا ترجعوا تخططوا لحياتكم. الناس اللي فاتتها انها في الاول تقعد تخطط اهدافها السنه دي، وانها عايزه تعمل ايه السنه دي وعايزه تحقق ايه السنه دي، انتوا تقدروا تخططوا ده دلوقتي. الاجازه هتكون فرصه كويسه جدا ان انتوا تخططوا اهدافكم بقيه السنه، وكمان اللي انتوا عايزين تحققوه. ومش بس تحطوا اهدافكم، لا انتوا تحطوا خطوات انتوا ازاي توصلوا للاهداف ديت. اونلاين كورسز، ومش شرط اونلاين كورسز، ممكن تروحوا اماكن تاخدوا فيها كورسز، تاخدوا كورسز في حاجات انتوا مهتمين بيها. او انتوا لو مثلا في جامعه خدوا كورسات تبع مجالكم في الجامعه، حتى مش في جامعه بس، اي كورس ليه علاقه بحاجه انتوا مهتمين بيها جدا. تطوروا الانجليزي بتاعكم، وده مش شرط ان انتوا تاخدوا كورس بس، ممكن تتعلموه من افلام، من اونلاين عادي، ومن اغاني. فهتكون برضو حاجه لذيذه جدا ان انتوا تتعلموا تنموا مهاراتكم في الانجليزي من الافلام والاغاني. تتعلموا لغه جديده برضو من الافلام والاغاني. لو انتوا عندكم ان انتوا بتقدروا تعرفوا تعملوا ده هتعملوا بكل سهوله. في حاجه كمان اسمها summer courses دي بتبقى تبع شركات وبنوك كبيره جدا، فهي بتكون فرصه هايله جدا لاكتر من طلاب في كذا جامعه، مش في جامعه واحده بس. السمر كورسز دي بيبقى منزلينها شركات وبنوك، نزلوا لينك يقولوا ان ده اللينك اللي تقدر تقدم عليه من على السمر كورس، واحنا عايزين طلاب وكده. فرصه بجد اللي هو متتعوضش بالنسبه للطلاب في الجامعات، والنسبه تكون ان انت اتدربت في شركه كبيره زي دي او بنك كبير زي ده. والجزء ده جزء فن اكتر، اللي هو طبعا انتوا لو عايزين تعملوا حاجات اكتر بتحبوها في الاجازه، مش عايزين اي حاجه لها علاقه بالتطوير ولا اي حاجه من دي، تعلموا حاجات اللي هو نيو سكيلز، مهارات جديده. حاولوا ان تتعلموا مهارات جديده زي الرسم، التلوين، التفصيل. انا بجد نفسي اتعلم قوي ان انا اقعد افصل واعمل حاجات انا بايدي. نيجي للنقطه اللي بعديها، حاولوا تتعلموا ان انتوا تعزفوا على آلة جديده. انا بجد نفسي اتعلم اللي هو الالكتريك جيتار، نفسي اتعلمه جدا، نفسي اتعلم ان اعزف على آلة عموما بصراحه يعني، بس اكتر حاجه هي الالكتريك جيتار. ان شاء الله هعملها واتعلمه. نيجي الحاجه اللي في بنات كتير قوي بتحب تعملها، ان هي الطبخ والبيكنج. بالنسبه للبنات البيكنج هو ثيرابي، ان انتوا تعملوا حاجات مخبوزات وكده، وان انتوا تعملوا كيك وتتعلموا وصفات جديده. حاجه لذيذه بقى قوي جدا، حطوا منيو الاكل عندكم في البيت، ان انتوا تعملوا منيو للاسبوع للاكل انتوا اللي تحطوه. اعتبروا ده المطعم بتاعكم وانتوا حاطين المنيو بتاعه. حاولوا ان انتوا تغيروا الديكور بتاع اوضتكم او الديسك بتاعكم، المكتب بتاعكم. الناس اللي متعوده تشوف فيديوهات انتوا مستغربين شكل الاوضه، بس انا واختي بنغير شكلها دلوقتي. استنوا في فيديو، عشان كان في كذا حد بيسالني الديكور بتاع الاوضه وكده، فهغير الديكور وهوريكم فيديو في كل حاجه انا غيرت الاوضه ازاي وعملت ايه في الاوضه. الحاجه ديت انا حطيتها من بعد ما كنت بتكلم مع واحده صاحبتي من كام يوم يعني. فكنا قاعدين بنتكلم يعني اللي هو زي اي اتنين صحاب بيتكلموا وبيقعدوا يقولوا ايه اللي بيحصل معاهم وكده. فهي بتقولي انها ما بتقدرش انها تقعد لوحدها، فلو انا استغربت ازاي ما بتعرفيش تقضي وقت مع نفسك لوحدك.
تقولي انها ما بتقدرش تستحمل افكارها ودماغها، وعرفت يعني ان هو مش كله بيبقى حابب ان هو يقضي وقت مع نفسه لوحده. قضوا وقت مع نفسكم عشان تعرفوا نفسكم اكتر وتفهموا نفسكم اكتر. خصصوا وقت في اليوم، حتى لو هو ربع ساعة بس كل يوم، بس حاولوا ان انتوا تبنوا علاقة مع نفسكم، تدوا وقت لنفسكم لوحدكم. وانا عارفه ان هو بيبقى سهل على ناس كتير، لان هي ذات نفسها قالت لي انت بتحبي ده، انت بتحبي ان انت تقعدي مع نفسك لوحدك، وبتحبي ان انت بس تقعدي مع افكارك. ما تقعدوش تشغلوا نفسكم في حاجات زي مثلا دراسه او شغل كتير كتير كتير، ومثلا لو تقعدوا مع ناس كتير وتنسوا نفسكم. انتوا محتاجين وقت مع نفسكم. حاولوا تتمرنوا على ده في الاجازه. حاولوا تنظموا حاجات كتيره قوي محتاجه تتنظم، يعني في حاجات عايزه تتعمل ديكلاتر كتير قوي في دولابكم وموبايلكم والمكتب بتاعكم، اللابتوب بتاعكم. الحاجات دي كلها بيبقى في حاجات كتير عايزه اللي هو ايه تتنظم، في حاجات عايزه تتمسح. شوفوا افلام دوكيومنتري كتير. الدوكيومنتري بتديكوا ثقافه اكتر، وانا بحس كده، وهي اصلا كده حاجه لذيذه موت بجد. يعني انا من وانا صغيره بحب اعملها جدا. حاولوا تعملوا كامبينج عندكم في الصاله او في الليفينج روم. اعملوا هاتوا انتوا واخواتكم او انتوا واصحابكم واعملوا كامبينج كده بسيط عندكم في الصاله، وهيكون لذيذ موت وحلو قوي. اخر حاجه وانا بحب جدا اعملها هي ان اقعد اعمل بلاي ليست لكل فايب، بلاي ليست لوحدها. اعملوا بلاي ليست لكل حاجه عندكم، مورنينج بلاي ليست، بلاي ليست للقرايه. اعملوا بلاي ليست كتيره جدا بحيث ان انتوا كل بلاي ليست ليها وقتها، بحيث ان انتوا تسمعوها في اوقات مختلفه.